ده فيديو واقعي لمجموعة من العمال المصريين وهم بيحاولوا يجروا حجر لمسافة قصيرة، والحجر ده صغير طبعا بالنسبة للأحجار اللي اتبنت بيها الأهرامات. شوف حجم المعاناة والصعوبة اللي ظاهرة قدامكم للعمال واحكم بنفسك. هل دي الطريقة اللي نقلوا ورفعوا بيها 2,300,000 قطعة حجرية؟ شوف كده واحكم بنفسك. أنا عايز حد يقنعني إزاي المصريين القدماء بنوا الأهرامات من خلال شد وجر الأحجار الضخمة على زلاجات وبطريقة بدائية. والأحجار دي يا عزيزي بيتراوح وزنها من 2.5 ل 15 طن، وفي بعض الأحجار في الهرم وزنها بيوصل ل 70 طن. انت متخيل؟ زي الأحجار اللي اتبنت بيها غرفة دفن الملك زي ما بيقولوا. لا ومش كده وبس، دول نقلوا بعض الأحجار من أسوان ورفعوها لمسافات مرتفعة ل 148 متر. طب ازاي؟ في الحقيقة ان الأهرامات الثلاثة يعتبروا لغز كبير جدا. الحقيقة المطلقة ان الأهرامات فعلا لغز حير كل العلماء في العصر الحالي، سواء كان الغرض من بناء الأهرامات هل هي مقابر لدفن الملوك ولا محطات لتوليد الكهرباء زي ما في نظريات كتير بتتكلم. ده غير المدة الزمنية اللي اتبنت فيها الأهرامات، هل هي فعلا من 4500 سنة ولا الأهرامات اتبنت من قبل كده بكتير؟ علشان نوصل مع بعض للحقيقة لازم نقعد نفكر ونتدبر ونسأل مجموعة أسئلة، لو لقينا فيهم أي إجابة ممكن نوصل لطرف الخيط لسر بناء الأهرامات. هل المصريين القدماء كانوا عمالقة علشان كده قدروا يحركوا الأحجار دي ويرفعوها لمسافات مرتفعة بكل سهولة؟ الإجابة لا، المصريين القدماء كانوا ناس بأحجام طبيعية وعادية، والدليل على الكلام ده المومياوات المكتشفة اللي بتراوح طولها ما بين 1.70 ل 1.80 وأطول موميا تم اكتشافها طولها حوالي 195 سنتي، يعني كانوا بشر عاديين زينا زيهم بالظبط. طب هل المصريين القدماء كان عندهم تكنولوجيا متقدمة لرفع هذه الكتل الضخمة ونقلها لمسافات مرتفعة؟ الإجابة برضو لا، لأن لا يوجد دليل أثري واحد على وجود الآلات اللي من خلالها نقلوا ورفعوا الأحجار الضخمة دي. طب هل المصريين القدماء مش هم اللي بنوا الأهرامات واللي بناها فضائيين؟ الإجابة طبعا لا، فضائيين ايه بس؟ واي واحد يفتح معاك ملف الفضائيين اقفل معاه الحوار والنقاش لان دي خرافات. طب سؤال كمان، هل اللي بنى الاهرامات مش مصريين ولكن اللي بناها ناس تانيين كانوا عايشين في مصر قبل الفراعنة وان الاهرامات مبنيه من الاف السنين؟ والله يا صديقي ده شيء وارد، خصوصا ان الاهرامات نفسها مش مكتوب عليها اي شرح تفصيلي لبناء الاهرامات. حتى اسم الملك خوفو مش اسم الملك اصلا، ده مجرد ترجمه لجمله الله جل جلاله، ومفيش اي دليل اخر على وجه الارض بيقول ان خوفو هو اللي بنى الهرم الاكبر. مفيش غير الخرطوشه اللي وجدوها داخل الهرم اللي ممكن يكون اي حد كتبها بعد بناء الأهرامات. ونفس الشيء كمان بينطبق على هرم خفرع ومنكورع. يا راجل دول نسبوا أبو الهول لخفرع علشان بس شبهه، انت متخيل؟ زي ما بقولك كده أخدوها بالشبه. طب هل المصريين القدماء استخدموا الجن والسحر في نقل ورفع أحجار الأهرامات؟ والله برضو ده شيء وارد، لأن لو فاكر إن المصريين القدماء اعتمدوا على قوة ذكائهم فقط تبقى غلطان. فخليني أقولك إن الذكاء الخارق لو اجتمع مع السحر هيكون الناتج هو معجزة هندسية يعجز عن فهمها البشر العاديين، لأن العلوم اللي تم استخدامها في بناء الأهرامات دي علوم متقدمة جدا لدرجة إن إحنا في عصرنا الحالي ما قدرناش نوصل للعلوم دي. يعني نقدر نقول إن العلوم اللي اتبنت بيها الأهرامات علوم ما وراء الطبيعة، علشان كده مفيش أي بردية أو أي شيء بيدل وبيشرح كيفية رفع الأحجار الضخمة لمسافات مرتفعة. وكل النظريات اللي شفناها أو سمعنا عنها لطريقة نقل الأحجار ورفعها دي مجرد آراء واجتهادات من علماء وباحثين. نرجع لموضوع السحر، لو فاكر ان المصريين القدماء كانوا بيبيعوا سبح زمان تبقى غلطان، دول اكتر ناس استخدموا الجن والسحر. والسحر عند المصريين القدماء ما كانش شيء منبوذ او شيء عادي، ده كان بالنسبة لهم شيء مقدس. وكان من المعروف ان كل ما يكون الكاهن سحره عظيم كل ما تكون مكانته عظيمة. ولينا في المهندس والحكيم والطبيب والكاهن والساحر إمحتب أكبر مثل على الكلام ده. إمحتب ما كانش ذكي وبس،
ده كان واحد من أكبر الكهنة استخداما للسحر، وهو أول من صمم وبنى الشكل الهرمي المعروف باسم هرم سقارة المدرج. التصميم ده علشان يخرج بالطريقة دي في المدة الزمنية دي للبشر أكيد لازم يكون في وراه علوم ما وراء الطبيعة، لأنه قدر يوصل للتصميم الهندسي النموذجي في بناء هذا الهرم لوحده، علشان يكون الهرم المدرج أول بناء حجري في تاريخ البشر. ونفس الشيء بينطبق كمان على المهندس اللي صمم الهرم الأكبر، المهندس المعروف باسم حيم إيونو، وده كان كاهن عظيم وبرضه مارس السحر بشكل غير طبيعي. يعني اللي أنا عايز أقوله إن عادي جدا ووارد إن المصريين القدماء استعانوا بالجن والسحر في بناء الأهرامات، والدليل على كلامي برضو إن الدكتور مصطفى محمود بذات نفسه اتكلم على الطريقة اللي اتبنت بيها الأهرامات، وملقاش غير طريق واحد بس اللي ممكن من خلاله يقدر المصريين القدماء يبنوا الأهرامات بالضخامة دي كلها. وقال في الحلقة بتاعته إن أكيد المصريين القدماء استخدموا الجن والسحر، لأن ده شيء مش طبيعي وخارج قدرات وعلوم البشر. إيه حقيقة الهرم؟ احنا خدنا زمان في المدارس إن هو مدفن خوفو، وهذا معقول كل الهلمة دي كلها عشان يدفن خوف جواها؟ طب وإيه سر الممرات اللي جوه؟ وإن في أكثر من غرفة، وفي غرفة تانية للملكة تحت الأرض حتى مش عارفين مين بناه، مختلفين فيها برضه. فأصبح في أكثر من نظرية في حكاية الهرم. ناس يقولوا ده عبارة عن مرصد فلكي، وناس بيقولوا ده بيت للأسرار، وناس بيقولوا ده صحيفة في بعض النظريات تاني بتقول إن المصريين القدماء أو الناس اللي بنوا الأهرامات أيا يكن هم مين اعتمدوا على العلم وقدروا يوصلوا لقانون إلغاء الجاذبية. وقبل ما تتسرع في حكمك وتقفل الحلقة، خليني أحكي لك على قصة صغيرة وبسيطة حصلت في العصر الحالي لمهندس قدر إنه يبني قلعة كاملة بأحجار ضخمة وزنها بيتراوح ل 1100 طن لوحده من خلال قانون إلغاء الجاذبية. طيب مين الراجل ده اللي قدر يرفع أحجار بالشكل ده لمسافات مرتفعة لوحده ومن غير ما يستخدم آلة واحدة بس؟ القصة دي بتدور حوالين قلعة اسمها قلعة المرجان. القلعة دي يا صديقي موجودة في الولايات المتحدة في ولاية فلوريدا. القلعة دي زي ما انت شايف كده فيها أحجار وصخور ضخمة. قالك إن مجموع وزن الأحجار دي بلغ 1100 طن من الصخور المرجانية، والغريب والمدهش فيها إن اللي بناها واحد بس. أيوة زي ما سمعت كده، واحد بس هو اللي رفع الأحجار الضخمة دي لوحده. طب ازاي؟ الراجل ده صديقي اسمه إدوارد ليدسكالني، بيقولك إنه مهندس أمريكي عاش في الفترة ما بين 1885 ل 1951، يعني في العصر الحالي. تمام كده؟ المهم المهندس ده كان خاطب واحدة وكانوا عايشين في لاتفيا، وقبل يوم الزفاف بيوم انفصل عن خطيبته، فحزن جدا وقرر السفر لأمريكا، وقرر انه يشغل حياته في بناء قصر او منزل فريد من نوعه يشغل بيه نفسه عن كل حاجة وعن كل الناس. وبدأ في بناء قلعته المعروفة باسم قلعة المرجان، وفضل يبني فيها واحدة واحدة لمدة 10 سنين. كان شغال فيها لوحده تماما بعيدا عن الأنظار، ورفض ان اي حد يشارك معاه في بناء قلعته. والغريب في الموضوع انه ما استخدمش أي آلة رفع أو معدات حديثة في رفع الكتل الحجرية الضخمة اللي انت شايفها قدامك دي. والمدهش أكتر إن أصغر قطع حجرية وزنها 4 طن، وفي منها موضوع في ارتفاع عالي، ده غير إن في عوارض حجرية مصنوعة من كتلة واحدة وزنها 30 طن. انت متخيل؟ ده غير الكرسي الهزاز اللي صممه علشان يهتز بطريقة غريبة. أحب أقولك إن الكرسي ده وزنه 3 طن وعمل كل ده لوحده. طبعا انت اكيد مش مصدقني، امال هتعمل ايه لما تسمع الاغرب من كده؟ انت لسه شفت حاجة؟ ده بيقولك ان باب القلعة معمول برضه من الحجر ووزنه 9 طن. الباب ده يا عزيزي لوحده أعجوبة قايمة بذاتها، لأن الباب فيه تجويف صخري بيوصل عمقه ل2 وطوله 6 متر. طبعا انت دلوقتي مش مصدقني وبتسأل نفسك ازاي واحد بس قدر يعمل كل الكلام ده لوحده. علشان أجاوبك خلينا أعمل لك مقارنة سريعة بين قلعة المرجان والهرم الأكبر هرم الملك خوفو. زي ما بيقولوا قلنا إن مجموع وزن القلعة 1100 طن واللي بناه واحد بس.
أما الهرم الأكبر فمجموع وزن الأحجار 6.5 مليون طن. فلو جبنا 5000 شخص زي عمنا إدوارد ده هيقدروا يبنوا الأهرامات في 10 سنين. انت متخيل 5000 شخص هيقدروا يبنوا نفس هرم الملك خفرع وفي 10 سنين بس، مع العلم ان الهرم الأكبر اتبنى في 20 سنة وتم استخدام أكتر من 200 ألف عامل. لحظة بس، 20 سنة ازاي؟ ده الملك خوفو حكم بنفسه حوالي 23 سنة. يعني امتى قرر انه يبنيه؟ هل قرر بناء الهرم وهو طفل كان عنده 3 سنين مثلا، ولا ابنه خفرع هو اللي استكمل بناء الهرم وهو اصلا خفرع كان فاضي؟ ما هو كمان كان بيبني هرمه الخاص ده، غير انه كمان بيقولوا انه هو اللي امر بنحت تمثال ابو الهول. يبقى ازاي الهرم اتبنى في 20 سنة والملك خوفو حكم 23 سنة زي اللي موجود في بردية مانيتو؟ ده سؤال ليك كده فكر فيه، وعايز حد يقول لي الإجابة في التعليقات. نرجع بقى لسؤالنا، ازاي بقى الراجل ده قدر يبني قلعة المرجان لوحده؟ بيقولك ان المهندس ادوارد ليدي سكالني قدر انه يوصل لنظرية الغاء الجاذبية. لما سألوه ازاي قدرت تعمل العمل البطولي ده، جاوب وقال من خلال فهم قوانين الوزن وقوة الرفع. وقال كمان لقد اكتشفت اسرار بناء الاهرامات، والنظرية دي اثبتت فكرة الظاهرة المغناطيسية اللي من خلالها تقدر تلغي الجاذبية وتخلي الاحجار الضخمة تتحرك بسهولة وكمان تطفو في الهواء. والدليل على سر معرفة ادوارد لبناء الاهرامات النقوش والكتابات اللي حفرها على جدران القلعة الداخلية. فجدران القلعة وإطارات الأبواب والنوافذ كلها منقوش عليها بنقوش غائرة من الكتابات الهيروغليفية والمسمارية القديمة. علماء كتير حاولوا ولسه بيحاولوا دراسة القلعة دي، وعايزين يوصلوا لسر التعامل مع هذه الصخور التقيلة الضخمة بكل سهولة، وحتى الآن ما وصلوش لأي حاجة ليومنا هذا. وعلشان مفيش أي إجابة منطقية في حل لغز بناء الأهرامات، فكل النظريات دي تحتمل الصواب أو الخطأ لحد ما تظهر الأدلة اللي تثبت فيها حقيقة بناء الأهرامات. وفي نهاية الحلقة أتمنى إنها تكون عجبتكم وأثارت فضولكم. يا ريت كلنا مع بعض ندور ونبحث ونفكر في إجابة السؤال المهم، إزاي المصريين القدماء نقلوا ورفعوا الأحجار دي لمسافات مرتفعة. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.